السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا باليمن والبركات. اللهم تقبل لنا ولكم صالح العمل، وإن شاء الله بالازدهار للأمة الإسلامية. اليوم كنت باغي فقط نعيد عليكم ونعيد على الإخوة اللي كيتابعوني، ولكن للأسف دائما كيكون واحد الناس خصهم نردوا عليهم. غادي نخليكم مع الفيديو تشوفوه اولا ونتكلموا. سهل المنام يطبق في ما يسمى ب المسيرة الخضراء التي كانت في سنة 1975، وهي بمثابة استعمار سلمي ل 360 ألف على ما أظن من المغاربة. ووقع في تلك الرحلة ما لم يحمد عقباه قد انعكس على الأجيال فيما بعد، ففيه الأشياء والأشياء من الأبناء العديمي النسب التي وقعوا في هذه المسيرة، والعديد من إخواننا في المغرب الأقصى الذين قاسوا معاناة هذه الأرض. كما شفتوا الفيديو، هادو هما الناس ديال النخبه، يعني نخبه القوم في هذا البلد هذا. يعني ليس بغريب باش نشوفوا حتى المواطن بهذا الشكل هذا. ليس بغريب ان يكون عندهم بحال امثال بونيف المئات بل الالاف. ليس بغريب ان يكونوا امثال بن قزديره المئات والالاف. هذه هي التربيه ديالهم، قذف المحصنات، السب والشتم. يعني النخبة في هذا البلد كما سمعتوا في الفيديو كيقصفوا المحصنات. واش هذه هما أخلاق المسلمين؟ واش هذو هما المسلمين اللي محسوبين علينا جيران؟ واش ترضاو نتوما كمواطنين جزائريين في هذه الأيام المفترجة في رمضان، ما خلاوش حتى رمضان يخرج، في هذه الايام المفترجه يقصفوا المحصنات، يقصفوا الاخوات ديالهم المسلمين؟ اذا كنتوا راضيين فهذه الطامه الكبرى. ما تبقاوش تمثلوا علينا بشعارات ديال الدين، ما تبقاوش تمثلوا علينا بالوجوه ديال الاسلام بريء منكم. فاش يكون عندك النخبه بهذا الشكل فاعلم ان المواطن اقبح منه. كنقولوا قدروا تكون مناوشات عبر السوشيال ميديا بين المواطن والمواطن غير على البلد ديالو، وخاص تكون النخبه كمثل هذا البرلماني هما الناس اللي كيدفعوا للخير، هما الناس اللي كيحاولوا يبردوا شراره الفتنه. ولكن للأسف في هذا البلد هذا الجار الكل سواسية، كلهم كيعرفوا السبان والشتم. التحدي هو أنكم تشوفوا واش عندنا حنا شي برلمانيين كيخرجوا بهذه الخرجات هذو، ولا الخرجات اللي كيخرج بها الوزير ديال الداخلية ديالكم. للأسف كتلبسوا قناع الإسلام وما كتمثلوش الإسلام خير تمثيل. كتقتلونا بكلمة احنا احفاد الشهداء، والشهداء ابرياء منكم. الشهداء حاربوا من اجل البلد وانتم بايعين البلد، مخلين الناس كتوقف في الطوابير، مخلين الناس كتسعى كتحرق يعني بجميع المآسي اللي عندهم. فقط عندكم هدف واحد: إيذاء المغرب، تقسيم المغرب. عيب ما عندكم شي واحد راشد بعقله. وللاسف هذا الشيء راه كتجيبوه كيبدا من الرئاسه، من راس الهرم ديالكم حتى الاصغر مواطن عندكم نفس التربيه. عيب انه واحد من البرلمان من النخبه يخرج ويقول هذا الكلام. الا كنتوا راضيين عليه فهذا يدل على الإسلام بريء منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.